رجلا مقطوع اليد من أعلى الكتف يمشي في الطرقات وهو ينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا، ويشير إلى يده المقطوعة: من رآني فلا يظلمن أحدا. يقول الرجل: فتقدمت إليه فسألته: ما قصتك يا أخي؟ فقال: قصتي عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة، وفي يوم من الأيام رأيت صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فقلت له: أعطني هذه السمكة. فقال: لا أعطيكها، إني آخذ بثمنها قوتا لعيالي، يعني أبيع السمكة وآخذ بهذا الثمن قوتا لأطفالي. يقول: فضربته وأخذتها منه قهرا ثم مضيت بها. وبينما أنا في الطريق وإذا بالسمكة تفتح فمها، بقدرة الله عز وجل، وتعض إبهامي، فأحسست بألم شديد لا يعلم به إلا الله. ثم بدأ إبهامي بالتورم، وأخذ الألم يشتد، فراجعت الأطباء وشكوت لهم ذلك، فقالوا: هذه بداية الآكلة، يعني الغرغرينة، ولا بد من قطع إبهامك حتى لا يسري المرض إلى باقي يدك. قال: فقطعت إبهامي، وما هي إلا أيام حتى سرى الألم إلى كفي، فقالوا: لا بد من قطعه، فقطعت كفي. ما هي إلا أيام حتى سرى الألم إلى ساعدي، فقطعت ساعدي. ما هي إلا أيام حتى سرى الألم إلى عضدي. فقال الأطباء: لا بد من قطع يدك من الكتف حتى لا يسري ذلك إلى جسدك كله. قال: فقطعت يدي من الكتف. فرآني رجل فقال لي: ما قصتك؟ ما سبب ذلك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال لي: ابحث عنه وتحلل منه واسترضيه، فوالله لو راجعته من أول ما وقع بك الألم لما قطع منك عضو واحد. يقول: فانطلقت أطلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وأقول: يا سيدي، أسألك بالله إلا عفوت عني، أسألك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا الذي أخذت منك السمكة ظلمة، وقد جرى بي ما ترى، وقد جرى لي ما ترى. قال: فبكى ذلك الرجل لما رأى من حالي، فقال: قد أحللتك، قد عفوت عنك لما رأيت من هذا البلاء. فقلت: يا سيدي، هل دعوت علي لما أخذت منك السمكة؟ قال: نعم. قلت: اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي،
وأخذ ما رزقتني ظلما، اللهم فأرني قوتك فيه، اللهم فأرني قوتك فيه. فقال الرجل: والله إن الله سبحانه وتعالى قد أراك قوته فيه، لقد أراك قوته فيه، وأنا تائب إلى الله تعالى، أتوب إلى الله ولن أقف بعد اليوم بأبواب الظلمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم